ما نقدرش نعدي رمضان من غير ما نتكلم عن الفنان المحترم عمرو عبد الجليل واخوه الشيخ ايمن عبد الجليل، او نقول العكس، الشيخ ايمن عبد الجليل والفنان الجميل عمرو عبد الجليل. الحقيقه الحلقات بتاعتهم يعني عملت صدى رائع رائع عندنا كلنا. يعني انا بصراحه لما شفته الاول وهو مستضيفه هما بيتكلموا، لفت نظري انه احنا بنتكلم في موضوعات عادية كأننا بيت وحد قاعد بيتكلم مع حد عنده تفقه اكتر في الدين، فاهم اكتر في الامور الدينية. فحبيت البساطة بتاعة الموضوع، يعني حبيت انه كده تلقائي بيقول حاجة احنا حاسينها، عايزين نسأل فيها حد قريب مننا، وقاعدين اتنين بنقول الأسئلة مش باللغة العربية الفصحى، احنا بنقولها بالطريقة بتاعتنا وبنحكي مع بعضينا. فعجبني، ما اقدرش اعدي رمضان من غير ما اقول تحية كبيرة جدا ليهم، وانهم افادوا الناس بالأسئلة، وقد كده كان مفيد ومهم. وده بقى يبقى الأثر، انه مهم الحاجة اللي نعملها تكون ليها فايدة ومهمة.